اي اي نكمل اللقاء مالتنا. هاي مو لقاء، مصارحات. مصارحات. زين. الناس تشوف حياتنا ورديه، بس هي مو ورديه. لا مو ما وردية. تخلى من المشاكل طبعا. تصير عندنا مشاكل هوايه، تصير عندنا اختلاف بوجهات النظر، نتعارك طبعا. نزعل ايام. على فكره زعلنا ضحك مرات من نزعل ما اعرف شلون تحس الناس. ايه مو بحيث افتح الحساب اعرف كاتبين لي. ايه اني هم مع العلم احنا نحاول ما نظهر الجانب السلبي. ايه طبعا هو اللي يقول حياتنا بيرفكت هذا بخلل، بالضبط، بمشكله، لان الحياه البيرفكت 100% هاي مشكله بيها. الحياه اذا ما بيها مشاكل او اختلافات فهي صارت حياه مو طبيعيه، اذا اكو رونق بالموضوع. فهي من الطبيعي ان تكون حياتنا ما تخلى من المشاكل، بس العالم شلون يعرفون؟ زين. كثرة المشاكل تولد ضعف بالعلاقة الزوجية لو قوة؟ لا ما ادري. اكو بيت الرائد ابو فتيان يقول العلاقة هيجي تقوى بمشاكلها. ما يخالف ايه خايف. ايه صح. فيعني بس تبقى شغله، تبقى انه واحد شلون يعرف يحل المشاكل بصوره صحيحه، يوصل لنقطه الحل مالتها. يعني كل مشكله لها حل. لا يطلع بدرس من هاي المشكله، ما يطلع هيك يعني يمر مرور الكرام، لازم يتعلم. يعني هيك معقوله نطلع من المشكله واحنا ما ماخذين درس، ما متعلمين سالفه شغله، مفاهيم طبعي مفاهيم ما طبعك، مستحيل حتى ما تتكرر نفس المشكله. فاحنا اذا تلاحظ مشاكلنا ما تتكرر، مختلفه. ايه شكل حبك كوكتيل والله كوكتيل. بس احنا اذا نبقى وحدنا 100 سنه ما تصير بيننا مشاكل. المشاكل الخارجيه تجي من اطراف خارجيه. زين. يعني وياك لا ما نختلف. هو برايك القرب الزايد عن بعض ما يولد ملل، يولد مشاكل، يولد؟ لا قلبي. يعني قصدي مثلا صار لي فتره طويله احنا سوا. زين. ليش مثلا مثلا نقوي هاي العلاقه اكثر؟ نسوي مثلا اشتياق بيناتنا. ايش تسوي؟ يعني مثلا نجرب مثلا اسافر ويا اصدقائي. تقعد عين طفيه. لا طفي مو الموضوع اسولف ليش؟ مو مرفوض. ها؟ مرفوض. شنو السبب؟ ليش تفشل روحك؟ مرفوض. شنو السبب؟ ما يصير حبيبي كان. مو انت تدرين. ما يصير. اسمعي هسه اخذي نصيحتي. ما انت تدرين اذا سافرت ويا اصدقائي وكل اراس لك وحبيبي مشتاق لك ومكانك خالي، تدرين هاي قد يقوي العلاقه؟ اصعد فوق اكتب لي مشتاق لك شلون يجاوب؟ لا بس تحسين انت تقبل اسافر انا وصديقاتي وحدنا؟ سؤال. انت مو يعني ما زين. انت تقبلها؟ لا ما اقبلها. انا كم سفرت اروح ويا صديقاتي، مو تروح رادوا وقرروا يروحون وراحوا. قلت لك لا عجبك. لا مو اذا عجبك تروحين واحسك مو مرتاح، انا ادري بك ما راح ترتاح. فلذلك ما رحت. فاللي ما تقبله على روحك لا تقبله علي. مو صحيح لو اني غلطان؟ يعني هسه الولد يريد يروح البيروت اروح وياهم لو لا؟ لا من الاخير. صار لي ساعه احكي لعد. لا شباب اعذروني توكلوا بالله. يمكن هاي المصارحه كلها على مود هذا الموضوع. توكلوا بالله شباب. أتوقع. ما يضبط الموضوع لان هو ما عنده ايش طالعه مال المصارحه. والله يمكن. شباب ما لكم علاقه بالمشاكل الزوجيه، عادي كلش طبيعي. يلا مع السلامه.